السلام عليكم يا أحلى متابعين. بنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. معادنا النهاردة مع حلقة جديدة من مسلسل تيلز اوف ديمونز اند جودز. تعالوا بينا نفتكر مع بعض أهم الأحداث اللي حصلت الحلقة اللي فاتت. اتعرفنا على نيلي وأصحابه في المدرسة، وكان بيدافع عن الطلاب اللي من عامة الشعب، ولما لقى المعلمة بتاعته بتتنمر عليهم اتفق على رهان معاها لو قدر يوصل للمستوى 100 في ميعاد الاختبار هي هتستقيل من المدرسة، ولأن مستوى قوته كان 5 فوافقت على الرهان وهي مطمنة. لكن اللي ما كانتش تعرفه ان نيلي كان صحيح مستوى قوته قليلة لكن موهبته كبيرة جدا، وده اللي بقى بيثبته لكل اللي حواليه كل يوم اكتر من اللي قبله. فساعد شين يو بقى يعالجها، وساعد يزي يون وعلمها تقنيات اقوى بكتير من اللي ورثها من عيلتها، وكمان بقى يساعد أصحابه الفقراء ويجيب لهم أدوية وحاجات تساعدهم في زيادة القوة. وبقى الكل نفسه إن نيلي يكسب رهانه علشان ما يسيبش المدرسة. وفي يوم راح اشترى درع وحاجات تانية غريبة جدا. وعشان بقى تشوف باقي الأحداث دي انزل في صندوق وصف الفيديو هتلاقي لينكات. اتفرج على الحلقة اللي فاتت وارجع لحلقة النهاردة علشان تفهم الأحداث ماشية ازاي. بعد ما نيلي اشترى صندوق فيه بدلة حربية ودروع وأعشاب كتيرة وكمان تقنيات قتالية، ولبس البدلة والدروع وخرج يتمشى لحد ما وصل للمدرسة. ومرة واحدة حس بحد وراه، وفعلا لقى شيان نينج وشلته هما اللي وراه، فمثل عليهم نيلي انه خايف ففرحوا جدا. وقال له شيان نينج ناوي يعمل ايه مع 6 أرواح شيطانية برونزية، وواحد منهم ضربه فوقع نيلي وهو مرعوب وكأنه كان بيجذبهم ليه علشان يتمادوا في اللي بيعملوه أكتر، وفضلوا يضحكوا عليه وحاولوا يضربوه. وقتها بطل تمثيل وقام هرب من كل ضرباتهم وصرخ بكل قوته ان العيلة النبيلة هتقتله، واستنجد بالمدرسة كلها وصوته كان عالي جدا لدرجة انه وصل لكل الناس اللي في المدرسة وجريوا عليه يشوفوا ايه اللي بيحصل. وعلى بال ما الناس وصلت له كان ضرب كل اصحاب شيان نينج وراح قدام الناس وفضل يصرخ ويلتوي في الارض ويقول ان العيلة النبيلة عايزة تقتله. وبقت كل الناس تقول عليهم انهم مجرمين، وراحوا يبلغوا العميد باللي حصل. فاتغاظ جدا شيان نينج وامر اصحابه انهم يقتلوا نيلي بالصحيح، بس لما جم يضربوه البدله الواقيه حمته ووجعت لهم ايديهم. وقف نيلي يضحك عليهم وكان بيضرب اي حد يقرب منه، ومع ذلك ما بطلش صريخ لحد ما شيان يو ويزي يون جم وقفوا قدامه وحموه. امروا شيان نينج انه يبعد عنه، وفضل نيلي يمثل انه تعبان وبيكح لحد ما الكل قال على العيله النبيله انهم مجرمين. وقف نيلي وقال لشيان نينج ان مجمع اصحابه علشان يضربوه وهو برضه يتحداه. وقتها كل اللي واقفين قالوا ان نيلي شجاع وقوي جدا وبكده يبقى بطل. وبعد ثواني جم اصحاب نيلي هما كمان ووقفوا معاه علشان يدافعوا عنه. وفضل شيان نينج يقول انه ما عملهمش اي حاجه، بالعكس ده نيلي هو اللي ضربهم. لكن الطلاب اللي كانوا واقفين شهدوا بانه طلب من اصحابه انهم يضربوا نيلي ويقتلوه. وفضل الكل يقول ان العيله النبيله مجرمين. فخاف شيان نينج واخد اصحابه ومشي. وبدأ طلاب المدرسة يحسدوا نيلي لأن أجمل بنتين في المدرسة بيهتموا بيه، والبنات كمان لما شافوا كده حسوا إن نيلي وسيم جدا. أما شيان نينج فوقف من بعيد يبص عليه وهو متغاظ جدا وبيتوعد له. ومشيت يزي يون علشان تحضر دروسها، ولما شين يو طلبت من نيلي إنه يروح معاها الفصل علشان يحضروا الحصص قال لها إن هو وأصحابه لازم يتدربوا بدل ما يحضروا الحصص علشان يلحقوا يوصلوا لأي حاجة، وسابها ومشي معاهم وبدأوا تدريباتهم بتمرين الجري. وكان لو بياو مش قادر يستحمل المجهود الزيادة، وعشان نيلي يشجعه وقال له إن هيكافئه بعد ما يخلص فقام وقف وبقى نشيط جدا. وراحوا الحمام بالمية السخنة، وده بيكون عبارة عن حوض مليان مية بتغلي وفيها أعشاب كتيرة. وقال لهم نيلي إنهم لازم يستخدموا قوتهم الروحية علشان يقدروا يسيطروا على ألم الحرارة العالية. فقعدوا في المية وجرب نيلي يقيس قوته ولقاها 76. وتاني يوم راح لشاو شين علشان يروح معاه لجولان زي ما كان متفق معاه، وهناك لقى ناس كتيرة أو هتبقى معاه ومن ضمنهم شيان نينج ويزي يون. وأول ما شافت نيلي هيبقى معاهم استغربت لأن قوته ضعيفة، وشاو شين بيختار الأقوياء وبس. فقال لها نيلي إنه اختاره علشان وسيم، وفضلوا هما الاتنين يضحكوا وده خلى شيان نينج هيموت من الغيظ. وفضلوا ماشيين لحد ما الدنيا قربت تضلم، فعملوا معسكر وخيموا فيه. اما شين يو فكانت قاعده في البيت وبتفكر في نيلي وهي قلقانه من ان ممكن حاجه تحصل له في الرحله. فجه واحد من الخدم وبلغها ان والدها عايزها، وفعلا راحت له على طول. وكان كل كبار العيله موجودين، فسالها عمها عن اللي عملته لما اشترت عشب البنفسج بكميات كبيره، وقال لها ان سعر العشب ارتفع اضعاف السعر القديم، وبكده العيله هتبقى غنيه لو باعت الاعشاب دي دلوقتي. وما كانتش عارفه تقول ايه لعمها لحد ما فكرت في اجابه وقالت له انها اشترت الاعشاب بفلوسها الخاصه والعيله ملهاش علاقه بالموضوع. لكن عمها قال لها ان مصروفها من فلوس العيله هي اللي بتدفعوا لها،
وإنها لو اديتهم المكسب ده هتحل أزمة العيلة المادية ومش هتبقى مجبرة إنها تتجوز شين فاي. فسكته العم التاني وقال له بصوت واطي إن موضوع الجواز ده يبقوا يتكلموا فيه بعدين، لكن الأهم دلوقتي هو إنهم ياخدوا منها الأعشاب. فافتكرت شين يو اللي عملوا معاها نيلي وإنه عالجها وساعدها كتير، واضطرت إنها تحكي للعيلة اللي حصل بإنها اشترت الأعشاب دي لصديق ليها واديتها له. فسأل عمها عن اسم الصديق اللي اشترت له الأعشاب، ولما سمعتهم بيقولوا إنهم هيجبروه يرجع الأعشاب بالقوة طلعت كل طاقتها وقوتها وطلعت جناحات العنقاء. ووالدها أول ما شاف مستواها قال إنها تبقى عبقرية الذهب الأسود، والكل كان مبهور باللي وصلت له. وهي قالت لهم إن صديقها ده كان لطيف معاه وهتدافع عنه ضد أي حد حتى لو هتضحي بحياتها. فسكت أعمامها وقالوا لها إن الأعشاب مش مهمة، والمهم دلوقتي إنها وصلت لعالم تحول الروح، وده معناه إنها هتجيب لهم فلوس كتيرة في المستقبل. فهديت شين يو لما لقت الكل بيهنيها، وطلب والدها من عمها إنه يلغي اتفاق الجواز اللي بينها وبين شين فاي بعد ما بقت عبقرية كده، وطلب من شين يو إنها تجرب تاني التقنية دي باستخدام بلورات الروح. ولما جربت لقيت إنها بقت أقوى بكتير، وكان نيلي هو كمان في نفس الوقت بيقيس قوته ولقى إنه وصل ل 82. ففرح جدا وحس إن في صوت قريب منه، وكمان شم ريحة غريبة فراح يشوف مصدر الحاجات دي إيه، ولقى شاو شين مع شيان نينج هما كمان بيتمشوا في المكان. فوقفهم نيلي وقال ان في عرين وحش في المكان كانوا فاكرينه مهجور، لكن الريحه اللي طالعه منه دليل على ان في وحش، وغالبا ده وحش دب الثعلب. ولما قال شيان نينج ان صعب حد يحدد نوع الوحش بالريحه سكته شاو شين وخلى نيلي يكمل كلامه، وسمعه وهو بيقول له كل حاجه عن الوحش، وقال لهم ان الاهم دلوقتي انهم يمشوا بسرعه قبل ما الوحش ده يظهر ويهاجمهم. فطلب شاو شين من حراسه انهم يصحوا كل الفريق اللي معاه علشان يمشوا من المكان بسرعه. وفعلا عملوا كده ومشوا كلهم، لكن قبل ما يبعدوا عن المكان سمعوا صوت الوحش. ولما عرفوا ان نيلي هو اللي اكتشف وجود الوحش فرحوا بيه لانه انقذهم وهتفوا باسمه، وحتى شاو شين شكروا جدا. وكان شيان نينج هيموت من الغيظ منه. وفضلوا ماشيين لحد ما طلع النهار، طلع عليهم وشاف نيلي 3 اشخاص عندهم روح شيطانية فضية بتراقبهم. فحذر شاو شين منهم وقال له انهم غالبا مجرمين من الخليج المظلم، وطلب منه يتجاهلهم خالص. وفي مكان الاستراحة راح نيلي ليزيون وقدم لها وردة، لكن ملحقتش تشوفها لأن رياح قوية هجمت عليهم ووقعتها في الأرض. وعرف إن الرياح دي ناتجة من قتال وراح يشوف فيه إيه. وفعلا شاو شين وحراسه كانوا محاوطين ال3 اللي كانوا بيراقبوهم، وسألهم ماشيين وراهم ليه وعايزين إيه، فكان ردهم عليه إنهم ضربوه بقوتهم واختفوا وهربوا بسرعة البرق. فأمر شاو شين مجموعة من فريقه إنهم يجروا وراهم ويمسكوهم. ولما نيلي وصل قال له شاو شين انهم من النقابات السوداء ال3. ورجع اعضاء الفريق وهم قاتلين واحد منهم وقالوا له ان الاتنين التانيين اتصابوا اصابات خطيره. ولما جه يشوف جثه اللي مات لقاها متفحمه، ودي كانت وسيله علشان ما يتعرفش بيها هو مين. فكملوا طريقهم وهم ماشيين حكى نيلي ليزيون على اللي حصل، ومن غير ما يقصد خبط في بنت ففضل يتاسف لها، لكن هي ما كانتش متضايقه ولا حاجه خالص، وقالت له ان اسمها هويان لانرو. فتغاظت جدا يزيون، وعشان نيلي يراضيها قال لها انه مش عايز يكون صديقها، وجري ورا يزيون علشان يصالحها. ومع ذلك هويان لانرو ما سابتهوش وفضلت ماسكه في دراعه. فاستغل شيان نينج الموقف وراح لخطيبها وراح قال له وخلاه يروح لها ويطلب منها تمشي معاه بدل نيلي، وزعق لنيلي جامد جدا. فاتدخلت هويان لانرو وقالت له ان الافضل انه يركز في تدريباته بدل ما هو مش عارف يوصل للمستوى الفضي. لكن خطيبها شيانج قال لها انه احسن من اللي مش عارف يوصل للمستوى البرونزي، وكان يقصد بالكلام ده نيلي. فقال له نيلي انه يسكت احسن ما يعلمه درس، وفي الكل يتفرج عليهم. وحاولت يزيون انها تحذر نيلي لان شيانج قوته اكبر بكتير، لكن نيلي صمم وطلب منها ما تقلقش، وهجم عليه من اول ضربه قدر انه يوقعه في الارض، وخلى الكل ضحك عليه وقال له انه ضعيف جدا. وقال نيلي في سره عليه ان تقنياته ضعيفه جدا، والقوه اللي هو فيها مش بسبب تدريباته لكن بسبب حبوب القوه. وكل اللي واقفين بيتفرجوا قالوا ان نيلي اكيد خافي قوته الحقيقيه. ووقف شيانج من تاني وحاول يضرب نيلي لكنه معرفش، وقعه نيلي وضربه تاني طيره في الجو وخلاه مش قادر يتحرك، وخلاهم يضحكوا عليه تاني. واعتبر شيانج اللي حصل له ده اهانه كبيره جدا، خصوصا ان نيلي لسه ما وصلش للمستوى الفضي، وقرر انه ينتقم لكرامته. وقام وقف وحدف كرات نار على نيلي علشان يقضي عليه خالص. فاتصرف نيلي وعمل بلورة حماية، بس الهجوم كان قوي جدا عليه وروحه اتضررت كتير. فقرر انه يهاجم ويقضي على الروح القتالية لشيانج، وفعلا نجح في ده. والكل كان مستغرب من قوة نيلي وانه قدر يعمل كده وهو لسه ما وصلش حتى للمستوى البرونزي. اما نيلي فامتص قوة شيانج، وبعدها قعد يتدرب ولقى نفسه وصل للمستوى البرونزي. فقربت منه يزيون وهنته
ولما سألها عن الباقيين حكت له ان شيان نينج طلب من شاو شين انهم ما يستهونوش لحد ما يخلصوا، ووقتها راح له يي يون واختها وقالوا له انهم هيستنوا نيلي لحد ما يخلص وهياخدوه. فشكرهم نيلي وفضلوا ماشيين مع بعض، وحاولت هاويان لانرو انها تلفت نظره باي شكل، ولما لقيته مش مركز غير مع يي يون وبس دخلته جوه متاهه عقليه، لكن خرج منها وراح يدور على يي يون. ولما وصل لها لقاها زعلانه منه، وفضلت هيان لانرو تطارده طول الطريق وهو يهرب منها لحد ما وصلوا لمدينة جولان، وقابل الباقيين عند البوابة العالية بتاعتها. وطلع شاو شين خريطة لإطلال المدينة القديمة، وعرف إن ما فيهاش وحوش قوية لكن فيها ورود عملاقة، واخد رأي نيلي في اللي المفروض يعملوه علشان يوصلوا للكنوز. وفعلا قال لهم على خطة واقترح ان الكنوز هتكون موجودة في ارض مدرسة تدريب قديمة. فدخلوا المدينة وكان وراهم السيد يون هو وعصابته من قطاع الطرق، وطلب منهم يخطفوا هم ناس فيهم علشان ياخدوا منهم فدية كبيرة من اهلهم، وطلب منهم كمان انهم يقتلوا الباقيين ويسرقوا اي حاجة معاهم. بس المجموعة كانت برضه في خطر لأنهم قابلوا مجموعة من القرود العملاقة ومحدش عرف يتخلص منهم غير نيلي بالأسهم المنومة بتاعته. لكن أكبر قرد فيهم قبل ما يتصاب كان استدعى سرب القرود كلها وكمان زعيمهم اللي كان في المستوى الذهبي، وقال نيلي إنهم مش هيقدروا إنهم يتعاملوا معاهم والأفضل إنهم يهربوا منهم. وفعلا عملوا كده، بس لما لقوا إن القرود بتقرب منهم قوي عملوا بلورة حماية عليهم بسرعة وبدأوا يهاجموا القرود ويتعاونوا مع بعض، واستخدم كل واحد منهم قوته الروحية. واستخدمت هيان لانرو المتاهة العقلية معاهم، واستخدم نيلي سلاحه، لكن للأسف القرود كان عددها بيزيد. وقال نيلي إنهم لازم يتجهوا للحصن لأن أكيد الأجداد كانوا حاطين أفخاخ هناك. لكن قبل ما يتحركوا هاجم قرد شاوشين، فجري الحارس أرمن وحماه وأخذ الضربة مكانه وللأسف مات. ولأن عدد القرود كان بيزيد بسرعة فكان لازم الفريق يهرب منهم بسرعة، ووقف نيلي يعطل القرود على بال ما الباقيين يعرفوا يهربوا. وقبل ما يون تمشي قالت له انه لازم يجي لهم وطلعت تجري. ولما جه زعيم القرود قدامه حاول يضربه بسيفه، لكن المفاجأة ان فروه كان كأنه حديد والسيف ما أثرش فيه خالص. وحاول نيلي انه يهاجمه بكل الطرق لكنه ما كانش بيتأثر خالص، فقرر انه يهاجمه بقوة روحه، وفعلا قدر عليه ووقعه في الأرض وطلع يجري قبل ما يقوم. بس للأسف القرد قدر انه يفوق بسرعة وطلع يجري ورا نيلي. وقال نيلي ان الفرق بين قوته الروحيه وقوه القرد كبيره جدا، وده اللي خلاه يفوق بسرعه. ده غير ان نيلي كان حاسس ان طاقته قربت تخلص من كتر الجري، وبدا يفكر في طريقه تنقذه. وهو بيهرب لقى يون هوا وعصابته الملثمين ماشيين، وعرف انهم من نقابه الظلام. وبدل ما يهرب منهم وقف يشاور لهم ويسلم عليهم. ولما هاويان امر عصابته انهم يمسكوه لقوا زعيم القرود وصل لهم وهاجمهم. فوقف نيلي وقال لهم ان اسمه شيان نينج ومشي. وقال السيد يون هوا انه هيفضل فاكر اسمه علشان ينتقم منه. وفضل نيلي يجري لحد ما قابل يي يون كانت رجع له علشان تطمن عليه، فاخدها وجريوا علشان يروحوا لباقي المجموعه. وكانت باقي المجموعه فعلا قلقانين عليهم جدا لما اتاخروا. وحاول نيلي يقنع يي يون انهم يخيموا لوحدهم في الغابه لان الوقت اتاخر ولما النهار يطلع يبقوا يكملوا طريقهم. لكنها رفضت وفضلوا ماشيين لحد ما لقيوا نصب تذكاري مكتوب عليه نص الامبراطوريه. ولما مشوا من جنبه الارض اتفتحت ونزلوا فيها وكان العمق كبير قوي، فمسك نيلي يي يون وطلع سكينته وغرزها في الحيطه علشان ما يصطدموش في الارض. لكن بعد ثواني السكينه وقعت من وزنهم التقيل، فاتصرفت يي يون واستخدمت قوتها السحريه وطلعت بيها جبل كبير مشبوك بشبكه عنكبوت وثبتته في كل مكان في الحفره العميقه اللي وقعوا فيها. كما في الثواني واتزحلقت ايديها ووقعت، فجري نيلي وراها ولحقها ونزلوا على الجبل لحد الارض ولقوا شعلة نار، فمسكها نيلي علشان تنور لهم الطريق. ولقوا تحت الارض قبر الامبراطور كونج مينج، وما كانتش يي يون تعرفه. فقال لها نيلي انه اكتر امبراطور غامض في التاريخ كله، لانه قال انه اكتشف سر الخلود وانه بقى خالد، لكن بعدها مات واتدفن في مدينة جوبلان، وكان سايب رسالة قال فيها ان مفيش حاجة اسمها انسان خالد وكل الناس هتموت. وقال لها كمان نيلي ان اهم حاجة دلوقتي انهم ينتبهوا للطريق لان اكيد في افخاخ كتيرة في كل مكان. وفضل يكلمها ويحكي لها كتير عن الامبراطور، وقال لها ان في كتاب بيتكلم عن عصر الامبراطور ده وبيقول ان قبره لازم يكون في الشمال والجنوب المواجه للشمس والميه، والتابوت بتاعه موجود في اقصى شمال القبر. وكانت يي يون مستغربه كم المعلومات اللي نيلي يعرفها وسالته قرا كام كتاب، فسكتها بسرعه ووقفها لما حس انهم داخلين على فخ. وطلع سكينته ورماها في الارض قدامه، فطلع كميه اسهم كتيره جدا من كل الاتجاهات. فقال لها نيلي انهم يقدروا يعدوا بامان. في الوقت ده كان يو هوا قاعد مع عصابته بعد ما نجحوا في انهم يهربوا من زعيم القرود، وقال لهم انهم لازم يمسكوا الولاد الاغنياء وما يضيعوش الفرصه من ايديهم. فجالوا اتنين من عصابته ماسكين شيان نينج وقالوا له انهم قبضوا عليه وهو واقف لوحده. فقال لهم شيان نينج اسمه وانه من العيله النبيله ولو ما سابوش عيلته هتموتهم. فامر يون هوا رجالته انهم يمسكوا الباقيين. وبنرجع تاني لنيلي ويي يون
فهم ماشيين في المكان لقيوا هياكل عظمية كتيرة في المكان، وفسر نيلي ده بإن الأهالي استخبت في المكان ده من الحرب لكنهم ماتوا من الجوع والعطش، وقال لها إن أكيد هيلاقوا كنوز كتيرة في المكان ده، وفعلا لقيوا مجوهرات كتيرة. وقرب نيلي من تابوت موجود، وأول ما لمسه لقاه طلع طاقة كبيرة جدا فسيطر عليها بسرعة، لكن يزيون تعبت وجالها صداع ودخلت، فجري نيلي سندها وقال لها إن التابوت ده أكيد هو تابوت الإمبراطور، وإنه هيحاول يفك حظره علشان يفتحه. وقرب منه أكتر وحاول يفك الرموز المنقوشة عليه، فحط إيده عليه واستخدم قوته، لكن خرجت قوة أكبر من المرة الأولى، وفضل نيلي يصرخ من الألم. ولما جت يزيون تساعده القوة دي بعدتها بعيد وفقدت وعيها ووقعت على الأرض، وفضل نيلي يصرخ لحد ما سيطر على القوة دي. وكان في تماثيل حوالين التابوت طلعت كلها شعاع على التابوت وفتحته، وكان في سلسلة فيها جوهرة بنفسجية لونها بنفسجي ورسالة فيها أسرار القوة. فأخدهم نيلي ولسه بيقول ليزيون إنها تاخد السلسلة، لقاها واقعة في الأرض وفقد الوعي، فجري عليها قعد جنبها يعالجها، وطلع ازاز الدواء اداها واستخدم طاقة لتشي لحد ما فات. وكانت قلقانة عليه لكنه طمنها ولبسها السلسلة اللي لقاها، وقال لها ان فيها جوهرة عميقة هتسرع من تحسين قوتها 3 مرات، وكانت عايزة تديها له علشان تساعده، لكن قال لها انها هدية. واخدها وراحوا يدوروا على مخرج، وفي الطريق اعترف لها انه معجب بيها، لكنها قالت له انهم لسه صغيرين والافضل انهم يركزوا على تدريباتهم. وطلع النار وهم لسه ما خرجوش، وكان شاو شين والباقيين كلهم مستنيينهم، لكن شاو شين قرر انه ياخد معاه جزء من الفريق ويروحوا المدرسة يدوروا على الكنوز، ويسيبوا الباقيين يستنوا نيلي ويزيون. وكانت يزيون بدأت تفقد الأمل من إنهم يمكن يخرجوا، وقالت له إنهم هيفضلوا في المكان ده لحد ما يموتوا زي الناس اللي ماتت، لكن نيلي طمنها وقال لها إنهم أكيد هيخرجوا. وفعلا لقى باب سحري في الحيطة دخلهم لأوضة فيها كنز المدينة كلها، وقال ليزيون إنها ممكن تاخد كل الكنوز اللي هي عايزاها، لكن هو هياخد واحد بس. وبص على مصباح موجود على مسلة كبيرة وقال إن الأرواح الشيطانية ماتت كلها في عصر إمبراطور التلج، ومتبقاش منهم غير 7 اتحولوا لمصابيح وانتشروا في العالم، والمصباح ده واحد منهم، وطلعه علشان ياخده. فخرجت منه الروح الشيطانية وكانت هتهاجمه، لكنه سيطر عليها بسرعة وحبسها تاني في المصباح وأخده. ووريت له ييزي ينج المجوهرات اللي اختارتها وقال لها إنها حاجات قيمة وهتساعد كتير. ولقيوا قدامهم سلمة لسه هيطلعوا، لقيوا شاو شين وباقي المجموعة اللي معاه في وشهم، فرحوا قوي إن ظهر لهم مخرج، وشاو شين فرح جدا إنه لقاهم بخير، وفرح أكتر بالكنوز اللي لقاها، وعرض على نيلي إنه يختار الكنز اللي يعجبه وياخده ليه. فجه شيانج وقال لشاو شين إنهم وصلوا قبلهم وأكيد سرقوا حاجات غالية ولازم ياخدها منهم، لكن شاو شين كان فاهم إن شيانج عايز ينتقم من نيلي، فموقعش في الفخ بتاعه وراح شكر نيلي اللي كان السبب في إنهم يلاقوا الكنز، وحكى له نيلي انه قابل النقابة المظلمة. وبعد الفريق ما جمع كل الكنوز خرجوا ورجعوا كلهم للباقي. واول ما هيان لاندرو شافت نيلي فرحت جدا، وبكده تكون انتهت الرحلة ورجعوا من تاني على مدرستهم. وقعد نيلي مع لو بياو وديو زي في المكتبة وهم زعلانين منه علشان ما خدهمش معاه الرحلة دي، فبرر لهم نيلي ان الرحلة كانت خطر ومات منهم ناس كتيرة فيها، ده غير ان كل المشاركين كان اقل حد فيهم في المستوى البرونزي، وحتى ان شيان نينج اختفى. فاستغربوا جدا من كلامه لانهم شافوه وبيحضر معاهم المدرسة بقاله يوم، وانه رجع من الرحلة مع ناس تانية. فقال لهم نيلي ان ما كانش فيه غيرهم اصلا لانهم كانوا الفريق الوحيد اللي في الرحلة دي، فطلب منهم يدخلوا معاه المدرسة علشان يعرفوا الحقيقة، لكن ما دخلوش من البوابة ونطوا من السور مع نيلي اللي ما قدرش يدخل من البوابة لانه هيان لانرو واقفة مستنياه عند البوابة. ولقى شين يو جاية تسلم عليه وحكى لها عن هيان لانرو اللي بتطارده مع انه مش معجب بيها خالص، وفهم لو بياو ان شين يو معجبة بنيلي. فجري نيلي سكته، كان يون هوا معدي ومعاه عصابته اتعرفوا عليه وقالوا انهم طالما ما عرفوهمش فممكن يسيبوه عايش يومين كمان لحد ما ينفذوا خطتهم. هو كمان شك فيهم من ريحتهم، ولما سأل شين يو عليهم قالت له ان شيان نينج قال عليهم انهم من العيلة النبيلة. فقال نيلين لنفسه ان المدينة في خطر، لان بكده العيلة النبيلة اتحدت مع النقابة المظلمة، وقرر انه يروح يطلب المساعدة. فراح لجمعية الكيميائيين للعائلات ال3 الكبيرة وطلب منهم يدخلوا معاه فيها، وقال للمسؤولة اللي جوه انه عايز يقدم طلب لتعليم الكيمياء، فرحبت بيه جدا وفهمته نظام التقديم هيكون ازاي، وفهمته النظام جوه الجمعية بيكون عبارة عن ايه. فقال لها انه عايز يعمل اختبار الماجستير في الكيمياء للمبتدئين، فقالت له انه بمجرد ما الكيميائي يعمل اي غلطة فهيكون خطر على حياة الناس وممكن كمان يقتلهم، وقتها هيتقتل. فطلب منها تثق فيه وتديله فرصة يجرب. فوافقت واخدت منه رسوم الاختبار واخدته المكان الانتظار، وكان فيه غيره 3 اشخاص جايين لنفس الاختبار، وقالت له ان كل مشترك هيدخل الاوضه لوحده. وبمجرد ما نيلي وقف مع المشتركين سخروا منه لانه سنه صغير جدا على انه مدرس للكيمياء. واول ما المسؤوله ندت للاختبار جري دخل قبل الكل، واستغرب جدا المعلم السؤال عن الاختبار اول ما شافه، وقال ان الاختبار هيكون في 360 صفحه من الاسئله،
وإنه لو جاب 90% خلال ساعتين هيتأهل للجولة التانية. وبدأ الاختبار وخلص نيلي قبل الوقت المحدد، ولما راجع المعلم إجاباته لقاها إجابات نموذجية، فطلب منه يستنى لحد ما يبلغوه بالنتيجة. وده عكس اللي حصل مع المشترك اللي اتنمر على نيلي قبل الاختبار، لأنه ما كانش عارف يحل معظم الأسئلة، والوقت كمان خلص وما كانش لسه خلص. وأول ما شاف نيلي مستني نتيجته تحداه وقال له إنه لو نجح في الاختبار هيعلق عبايته ويلف حوالين المدينة، فسابوا نيلي ومشي. أما المعلمين اللي اختبروه فراحوا لرئيس النقابة دان بي وقطعوا تدريباته علشان يوروا له ورقة إجابات نيلي. وطبعا كان الرئيس دان بي متضايق جدا من إزعاجهم ليه، لكنه أخد الورقة قراها وقال لهم إنه يتأهل للجولة التانية، وما كانش يعرف سنه ولا أي حاجة عنه. ولما عرف إن عنده 13 سنة استغرب جدا وفكرهم بيهزر، لكن لما قالوا له إنها الحقيقة طلب منهم ياخدوه لقاعة المجلس ويبلغوا المديرة يانج، ولو فعلا طلع عبقري هيعينوه. ولما راح المعلم بلغ نيلي إنه نجح وأخد معاه المشترك المتنمر كان هيتجنن. وقال المعلم لنيلي إن الرئيس دان بي والمديرة يانج جايين وراه. ولاحظ نيلي إن حائط القاعة مليان ورق فيه إجابات كتيرة، فسأل المعلم عنها. فقال المعلم إن دي أسئلة معقدة وكل واحد من أعضاء الجمعية بيحاول إنه يجاوب بس لسه ملقيوش إجابة. فطلع نيلي قلمه كان لسه هيجاوب، فوقفه المعلم وقال له إن دي معقدة ومحتاجة خبرة كبيرة لحلها. وبرضه صمم نيلي إنه يجرب وكتب إجابة لأول سؤال، ولما المعلم قراها اقتنع بيها. ولقى نيلي عمال يجاوب الأسئلة ويحل المشاكل الموجودة واحدة ورا التانية. ولما جه الرئيس دان بي ولما شافه وقرب قرا الوصفات والإجابات اللي نيلي كاتبها ولقاها كلها صحيحة، فقال على نيلي إنه عبقري ورحب بيه في الجمعية. وقالت المديرة يانج إن وجود موهبة زي نيلي معاهم في الجمعية هتخلي مجدها يرجع من تاني. ولما قربت من نيلي علشان تعرفه بنفسها قال لها إنه يعرفها كويس وبعت لها قبل كده رسالة، وافتكرت فعلا المقال اللي كان بعته لها عن عشب البنفسج، واللي لما جربته لقيت فعلا فوائده كتيرة جدا وكان سبب في زيادة سعره. فطلب الرئيس دان بي من المديرة يانج إنها تجيب له رداء وشارة معلم كيمياء متقدم علشان يسلمهم لنيلي. وفعلا راحت لهم على طول، وقال نيلي إنه جاي لهم بمناقشة بحث جديد لحبوب قوة، ففرحوا جدا بفكرته ورحبوا بيها ووقفوا يسمعوه وقعدوا يفكروا فيها. وقال لهم إن ليه أستاذ في الكيمياء هو صاحب الأبحاث دي وعنده استعداد إنه يديلهم الوصفة مقابل 30% من الأرباح. وفضل يقنعهم إن الحبوب دي أفضل من أي حاجة تانية وإنها تعتبر تقدم كبير في مجال الكيمياء. فوافق الرئيس، خصوصا إنه شاف إن نسبة 30% قليلة بالنسبة لكل مميزات الحبوب اللي قال له عليها نيلي. وأول ما وافق اداله نيلي ورقة بمكونات وطريقة الحبوب علشان يراجعها بنفسه، وكانت الوصفة دي هي اللي لقاها نيلي في تابوت الامبراطور في مدينة جولان. واخد الرداء والشارة من المديرة يانج وشكرها جدا ووعدها انه هيرجع لهم تاني. وقال الرئيس دان بي ان مدينة المجد هتبدأ عصر جديد بوجود عبقري زي نيلي فيها. بعد ما شين يو بقت ماشية مع نيلي في كل مكان وتصرفاتها معاه وخوفها عليه خلت الكل يقول انها بتحبه، والخبر وصل لشين فاي اللي المفروض في بينهم اتفاق جواز. عشان كده ما قدرش يستنى لما النهار حتى يطلع عليه وراح لعمها وسأله عن الكلام ده. وكان العم واقف قدامه مذلول وخايف وقال له انه ما يعرفش اي حاجة عن الموضوع ده، فاداله هدية يديها لشين يو خلاه يقرب منه وقال له على خطة ينفذها. وكانت شين يو في الوقت ده قاعدة بتفكر في نيلي وكان باين عليها فعلا انها معجبة بيه. وبعدها قامت دخلت الحمام، فجه نيلي دخل وراها وكتم نفسها علشان ما تصرخش من الفجعة. ولما هديت سألته بيعمل ايه عندها، فقال لها انه وهو راجع من المدرسة لقى شين فاي دخل البيت عندهم وعلشان كده جاي يطمن عليها لانه خايف لحسن يأذيها. وقعدوا يفكروا مع بعض ممكن يكون شين فاي عايز ايه في وقت متأخر كده، لحد ما شين يو طمنته انها تتصرف معاه في كل الحالات. فطلع ازايز حبوب كتيرة اداها لها وقال لها انه جايبهم ليها هدية، وادالها كمان شنطة وقال لها في ودنها تعمل ايه لو لقت شين فاي جالها وسابها وروح. وتاني يوم قعد لو بياو مع ديوزو في المكتبة وكانوا مستغربين ان نيلي مختفي بقاله فترة. ولو بياو فضل ياكل الحبوب المقوية، اما ديوزي فكان بيتمرن ومرة واحدة خرجت طاقة كبيرة منه فخرج لساحة القتال مع لو بياو وزميلهم كمان علشان يختبروا قوتهم مع بعض، وكان اقوى واحد فيهم هو ديوزي، وقال لهم انهم لو بيتمرنوا زيه كان زمانهم بقوا اقوى بكتير. ولما جه الليل بعت شيان نينج وده طالب معاهم علشان ينادي نيلي واصحابه لانه كان عامل لهم فخ. ولما اتأخروا فكر شيان نينج ان الطالب ضحك عليه ولسه اصحاب شيان نينج هيضربوه، لقيوا براميل وقعت عليهم واتحبسوا جواها، واللي عمل كده هو اصحاب نيلي وفضلوا يضربوهم وهم متكتفين. وتاني يوم اتجمعوا في المكتبة وافتكروا اللي عملوه في شيان نينج واللي معاه وفضلوا يضحكوا. واخيرا وصل نيلي ولما عرف اللي عملوه قال لهم ان شيان نينج متغاظ ولازم كانوا يبلغوا عليه انه متفق مع نقابة الظلام، وان العيلة النبيلة كلها متفقة مع نقابة الظلام. فالكل اتخض من الخبر ده وقالوا انهم لازم يخلوا بالهم كويس علشان ما يتأذوش.
وهما بيتكلموا لقيوا شيان نينج جالهم وسألهم لو هما اللي عملوا فيه اللي حصل امبارح، فرد عليه لو بياو انهم كانوا في المكتبه طول الليل بيدرسوا، لكن شيان نينج ما صدقهوش واتهموا كمان انهم مع نقابه الظلام، وطلب من صحابه انهم يعلموهم درس. فجري ديو زي ينادي نائب الرئيس، ووقف نيلي يترجى شيان نينج انه ما يضربوش. وجه نائب الرئيس وشاف الوضع كده وقال لشيان نينج انه بيعمل مشاكل، وجت المديره يانج وقطعت كلامهم وقالت له ان الكتب الموجوده كانت ممكن تتقطع بسبب الخناق في المكتبه، وعلشان كده لازم شيان نينج يتعاقب هو واصحابه الاشقياء. وفعلا هو ده اللي حصل، وعاقبهم نائب الرئيس ووقف لو بياو يضحك عليهم ونده بعلو صوته على باقي طلاب المدرسه، خلاهم يتفرجوا عليه وهو بيتعاقب وفضلوا يضحكوا عليه. وده خلى شين يانج يتوعد لنيلي اللي ما كانش واقف معاهم اصلا، لانه كان مع يانج اللي كانت جايه بلغوا انهم باعوا الدفعه الاولى من الحبوب وادت له نسبته اللي كانوا متفقين عليها، وقالت له انه جمعيه الكيميائيين بتشكره. واستغرب نائب الرئيس من معرفتهم ببعض، فقرب منها وسالها عن سبب زيارتها المفاجاه للمدرسه، وكان فاكر ان نيلي عامل مشكله معاها، لكنها وضحت له ان نيلي بقى اصغر كيميائي عندهم، فاستغرب جدا نائب الرئيس. وفي الوقت ده كان شين يو قاعده بتتدرب وخرجت جناحات العنقاء الجليديه بتاعتها، ولقيتها بقت اقوى بكتير واخترقت كمان المستوى الفضي في وقت قليل جدا، وقالت ان كل ده بفضل نيلي اللي هو ادالها التقنيات دي. وطلعت السلسله اللي مديها لها وفضلت ماسكاها، فلقيت عمها جالها وطلب منها انهم يتكلموا مع بعض، وقال لها انه جاي يهنيها على المستوى اللي وصلت له، وكمان عايز يتكلم معاها عن خطيبها، وقال لها انهم اضطروا يوافقوا على الخطوبه لانهم ما يقدروش يرفضوا طلب للعيله النبيله، وهو جاي يتاسف لها انه عرضها للموقف ده، وادالها ازازه فيها اكسير، وقال لها ان هو وباقي اعمامها اشتروه لها هديه علشان تزود بيه قوتها، وقال لها ان مفعوله بيدوم يوم واحد بس، وعلشان كده لازم تشربه بسرعه. وفعلا شربته، لكنها حست على طول انها دايخه ووقعت على الارض. كان نيلي قاعد في المدرسه مع زمايله ما يعرفش حاجه عن اللي حصل لها، وادالهم فلوس كتيره وطلب منهم يشتروا دروع واي حاجه يحتاجوها، فشكروا اصحابه واخدوا الفلوس ومشوا. وقعد هو في المكتبه لوحده، فلقى حشره مضيئه جات له، اول ما شافها عرف ان شين يو في خطر فجري عليها. ولما اصحابه اشتروا الحاجات اللي عايزينها ورجعوا له ما لقوهوش، ولقوه سايب لهم رساله، وكان شين يو متعلقه في الشجره من ايديها. واول ما فاقت لقيت عمها قدامها وقال لها انهم في غابه بعيده عن عيلتهم مئات الاميال، يعني محدش هينقذها منه، وانه بيعمل كده علشان مصلحتها، لان جوازها من شين يو هيخلي عيلتهم كلها في القمه، ولازم هي تضحي علشان العيله، ده غير انها هتعيش في رفاهيه وغنى، وان شين فاي خلاص قرب يجي وهيتم جوازهم، وسابها ومشي. فجه نيلي وحررها، وكانت مستغربه وعرف مكانها منين، فطلع الحشرة المضيئة وفكرها لما ادالها الشنطة وطلب منها تخليها معاها، وقال لها ان الحشرة دي بتتتبع اثر اي حد من ريحته، فشكرته جدا على مساعدته ليها وقامت معاه مشيت. ولما رجع العم ومعاه باقي الاعمام وشين فاي ما لقوهاش موجودة، وكان شين فاي هيقتل العم، فقال له انها مسمومة ومش هتقدر تبعد بعيد، وتفرقوا كل واحد في اتجاه يدور عليها. وفعلا هي ما كانتش بعدت بعيد لانها كانت تعبانه جدا ومش قادره تمشي، وفضلت مسنوده على نيلي لحد ما حس ان عمامها جايين وراهم، فطلب منها تمسك في رقبته واخدها واستخبوا لحد ما عمها والحراس اللي معاه بعدوا عنها. ولسه نيلي بيقول لها يمشوا بسرعه، لقاها فقدت وعيها ففوقها وطلع عشبه علاجيه وطلب منها تبلعها، واستخدم قوته الروحيه وطاقه لتشي وخرج من جسمها السم، واكتشف انها اخترقت المستوى الفضي. وفي الوقت ده كان العم مش عايز ييأس وفضل يدور عليها تاني، وطلب من الحراس انهم ما يعودوش ويدوروا تاني، والمره دي وصلوا لها، وكان يدوب نيلي لسه مخلصها من السم وادالها كمان حبايه تقويه، بس برضه كانت لسه تعبانه. فوقف نيلي في وش العم، بس للاسف الحراس حوطوه من كل اتجاه، وخلى العم الكل يهجم عليه، فهرب نيلي من هجماته، ووقفت شين يي تساعده لكنها تعبت قوي، فجري نيلي وراح ضرب كل الحراس، ولسه بيطمن عليها لقى العم جاي بيهدده بتقنيه حرق الارواح السريه، وطلب منه يخليه في حاله، فحذرته شين يو لان التقنيه دي صعبه جدا. وقف نيلي علشان يواجه مصيره مع العم، فلقى ديو زي هو كمان وصل له وقال له يسيبه هو يتعامل مع العم. وقتها تحداهم العم وقال انهم مجرد اطفال صغيره بمستوى فضي، يعني اقل منه بكتير جدا، لكن ديو زي ابتسم وهجم عليه، ومن قوه ضربته ليه ايد العم فضلت تهتز، وما سابهوش ديو زي لحد كده، لكن هجم عليه وفضل يلكمه وضغط عليه برجله. ولما شافوا العم التاني جري عليه علشان يساعده، لكن لو بياو كعبله ووقعه في الارض وهجم عليه، والباقيين حاولوا يكتفوا العم والحراس اللي معاه لكنهم ما قدروش عليه، وقعهم كلهم ورمى عليهم قنبله غاز ودخان، وخلى كل اللي تابعوا يهربوا. وقال لهم نيلي ان الاحسن انهم هربوا لان اللي مع العم دول من النقابه المظلمه، وكان شين فاي بيتفرج عليهم من بعيد واتغاظ جدا من نيلي. وفضل نيلي واللي معاه ماشيين لحد ما النهار طلع عليهم، واول ما يزي يون شافتهم جريت تطمن على شين يو لان شكلها باين عليها انها مصابه. وجت كمان المديره يانج ولامت نيلي على انه عرض حياته للخطر، فتأسف لها وعرفها على شين يو وقال لها انها اتصابت بسم زهره الكابوس،
فاخدتها وقالت له انها هتفضل معاها لحد ما تخف. وجات هويان لانرو تجري على نيلي علشان تطمن هي كمان على نيلي، لكن اول ما لمحها سابها وهرب منها. كانت عايزه تمسك صحابه علشان تخليه يرجع ليها، ولما شافوا نيلي في المكتبه قالوا له انها كانت هتاخدهم رهاين وفضلوا يضحكوا. وقعد كتب تقرير عن افراد العيله النبيله ومطعم النجوم، وقال انهم متعاونين مع النقابه المظلمه، وكان ناوي يسلم التقرير للمديره يانج علشان ياخد ضدهم اي اجراء. وقالوا انه عارف ان محدش هياخد بالتقرير ده لانه من غير اي دليل، لكن هو عايز يلفت نظر ليهم. واول ما المديره يانج وصل لها التقرير وصلته لرئيس الجمعيه دان باي، فقال لها ان العيله النبيله هي واحده من العائلات الكبيره في مدينه المجد، مسيطره على حاجات كتيره في المدينه. لو اتهموها وطلع الاتهام ده غلط هيبقوا عادوا كيان كبير والخسائر مش هيبقوا قدها. وطلب من يانج انها تكون حكيمه اكتر من كده. فغيرت يانج الموضوع وقالت له انه افضل واحد في الجامعه دلوقتي هو نيلي، وافضل حتى من المعلم جوبان، لانه قدر انه يحل كل الاسئله اللي كانت على الحيطه ومحدش عارف يلاقي لها حل. وكان نيلي في المكتبه مع اصحابه، فجاله شاو شين وطلب منه يساعده، وجاله كمان الرئيس دان باي وقال له ان هو كمان محتاجه في مهمه ضروريه. فقال له شاو شين ان ممكن ينساه خالص ويروح مع الرئيس لان ليه مكانه كبيره عنده، وكان مستغرب ومش عارف الرئيس دان باي ممكن يكون محتاجه في ايه. وبنشوف شين فاي وهو مع الشيخ شين مينج، وجالهم واحد من الحراس قال لهم ان نيلي مع رئيس جمعيه الكيميائيين. وكان شين فاي قلقان من الكلام ده، لكن شين مينج طمنه وقال له ان نهايه نيلي قربت، وكان الرئيس محتاج نيلي علشان خلطه عايز يحضرها. واخده وراح بيه لمقر الجمعيه، قال له انهم بيحضروا الوصفه اللي هو حلها وعدلها على الحائط. فقال له نيلي انه صحيح عنده معلومات كتيره لكن قوته ضعيفه، وما تسمحلوش انه يجهز الوصفه بنفسه وممكن يساعده بس بنصايحه. فوافق الرئيس ووقف يتناقش معاه في مكونات الوصفه، وقالوا له انهم ضافوا حاجات كتيره من كتاب امبراطور قديم، بس نيلي نصحهم بانهم ما ياخدوش بكلام الامبراطور ده لانه كان ضعيف جدا في الكيمياء. وراحت يانج دورت على كتاب يساعده، لكن كان مكتوب باللغه القديمه ومحدش كان فاهمه لدرجه انهم ساندين بيه المكتب. فاخدته لنيلي وكان عارف يقرا كل الكلام اللي فيه، وقرر انه يوجههم بالخطوات. وقعدوا كلهم قدام الفرن واستخدموا قوتهم عليه وكان هينفجر فيهم، فاتدخل نيلي وقرر انه يساعدهم وسيطر على قوة الفرن وخرج حبوب الوصفة، وطلعت الحبوب افضل مما كانوا متوقعينها. وقالوا انه ده حصل بفضل نيلي وشكرته يانج. وبعد شوية راحت يانج للورد وبلغته ييشي وي انهم عملوا الوصفة وكانت نتائجها حلوة جدا، وده بفضل نيلي وان قوتها تبقى الضعف. وبعد الفترة اتجمع الكل الاول اختبار ليهم، ولقى نيلي ان ييزي يوم بقت احسن بكتير وانها على المستوى الفضي اللي وصلت له، فشكرته وقالت له ان ده حصل بفضله. وجت المعلمه ومعاها نائب الرئيس وقالوا لهم كل التنبيهات اللازمه للاختبار، وقالوا لهم المطلوب هو دخول الغابه السحريه وقتل غزال ويجيب لهم القرون كدليل. كل لازم يتجمع في المساء واللي هيرجع من غير حاجه يبقى خسران. وفتح لهم البوابه وبدا الاختبار على طول، وطلب نائب الرئيس من المعلمه والموظفين انهم ينقسموا ل3 مجموعات ويراقبوا الطلاب. وجري الطلاب في كل اتجاه علشان يلاقوا غزال، وجاهز نيلي واصحابه فخ الغزال واستخبوا ورا الاشجار يراقبوا الموضوع. وكان نائب الرئيس بيراقب نيلي بنفسه، اما عم شين يو فانتهز الفرصه دي علشان يقضي على نيلي، وراح اخد الحراس بتوعه ودوروا عليه، واول ما لقوا الفخ بتاعه هدموا العم. بس كانت النتيجه ان السكاكين هجمتهم من كل اتجاه وهم بيهربوا منها، جه رحيق الدانتيل التلجي عليهم، وده عباره عن ماده لزجه بتجذب النحل والدبابير. وفعلا حشرات الغابه كلها اتلمت عليهم، وجري نيلي هم واصحابه وهم بيضحكوا عليهم. اما ييزي يوم فقابلت وحش قرد عملاق فضل يطاردها لحد ما استخدمت تقنيه التجميد وجمدته خالص، لكنها لقيته حرر نفسه وهاجمها تاني بكل قوته لدرجه انه وقعها في الارض وكان هيقتلها، لكن مره واحده لقيته مرمي على الارض، وده لان شين يون قتلته. فرجعت ييزي يون بذاكرتها وهما مع بعض وكانوا بيهزروا مع بعض ومبسوطين جدا، وقالت لها ييزي يون ان جدها قال لها انه مش هيغصبها تتجوز اي حد. فافتكرت شين يو لما والدها قال لها انه اتفق على جوازها من شين فاي، ولما رفضت قال لها ان ملهاش حق الاختيار. وفاقت شين يو من ذكرياتها ومن كتر غضبها مسكت سكينتها وفضلت تضرب في الشجره، وقالت لييزي يون انها بتحقد عليها من وقت ما كانوا اطفال لانها بنت سيد المدينه وحره في قرارها، لكن طول الوقت بتحارب علشان حريتها، وقال لها انهم من عالمين مختلفين وبعدتها عنها بحجه انها عايزه تتدرب. وفات ييزي يوم من ذكرياتها لقت نيلي قدامها، وقف اتكلم معاها وقال لها انه ممكن يساعدها انها تلاقي اللي بتدور عليه. وكانت شين يو واقفه من بعيد بتتفرج عليهم وهي حزينه على نفسها ان نيلي مش بيحبها. وفضل نيلي ماشي مع ييزي يون وعرف انها بتدور على عشب التلج، وده كان في مكان خطر في الغابه، فطلبت منه ما يعرضش حياته للخطر علشانها، وانها بتدور عليه علشان تزود قوتها وتقدر تريح والدها اللي بقى حزين جدا من وقت ما والدتها ماتت. فقال لها ييزي يون حقيقة موت والدتها وانها ما كانتش مريضه زي ما كانت فاكره، دي ماتت مسمومه، وانه هيساعدها تعرف مين اللي عمل كده.
وعشان يخرجها من جو الحزن غير الكلام وخلاها تجري وراه، وفضلوا ماشيين في اعماق الغابه لحد ما وصلوا لوحوش القرود العملاقه، وقال لها انهم لازم يتجنبوهم، وكملوا طريقهم لحد ما وصلوا لارض الجليد، واتمنى انه يعيش معاها في المكان ده للابد، لكنها قطعت حبل افكاره وقالت له انها بردانه جدا، فنصحها بانها تستخدم قوتها الروحيه علشان تقاوم البرد، وفعلا عملت كده واخدها ودخلوا لكهف البرد، وكان شيان نينج وراهم، وطول الطريق كان نيلي بيقول معلومات عن عشب التلج، وكان متاكد انهم هيلاقوه جوه الكهف لانه بيطلع في الجو البارد قوي، وقال لها ان تحت الكهف ده في مقابر اجدادها، وهم بيتكلموا بقى لقوا عشب التلج في الارض قدامهم. اخدته يزيون وقال لها نيلي ان العشب ده مش كفايه لزياده قوتها، وطلب منها تشجع نفسها وتمشي معاه لحد ما يوصلوا للمقابر، فمسكت فيه علشان تتخلص من خوفها ومشيت معاه، وفضلوا يجمعوا كل اعشاب التلج اللي لاقوها في طريقهم، وكان شيان نينج حاسس انه بردان جدا وهيتجمد هو وكل اصحابه اللي معاه، فقرر انه يخرج ويأذيهم، وفعلا خلى كل اصحابه يوجهوا قوتهم على الكهف، وقفل المخرج بتاعه بالتلج، وقال ان بكده هيموت نيلي ويزيون جوه الكهف. والاتنين كانوا لسه عند مقابر الاجداد، وفجأة لقوا الارض بتهتز بيهم، فخافت جدا يزيون، لكن نيلي طمنها، وفجأة سمعوا صوت الجد الاكبر وكان غضبان جدا، وقال لهم ان ممنوع دخول اي حد للمكان ده، بس لما عرف ان يزيون من العيله قال لها انه مش هيموتها، وطلب منهم يمشوا بسرعه، فاخدها نيلي ومشي بسرعه، وفضلوا ماشيين جوه الكهف لحد ما وصلوا للمخرج، ولما لقوه مقفول فكرت يزيون انهم مشوا في اتجاه غلط، لكن نيلي كان متاكد ان هو المخرج، وحاول يكسر التلج فلقاه سميك جدا ومش بيتكسر، وفهم ان في حد هو اللي عمله علشان يأذيهم، واستنتج ان شيان نينج هو اللي عمل كده، وقال لليزيون ان الجو برد جدا وقوه روحهم قربت تضعف، وعشان كده لازم يدوروا على مخرج تاني بسرعه، واخدها ومشوا في اتجاه تاني، فلقوا صوت الجد الكبير متضايق انهم رجعوا تاني، ولما حكى له نيلي عن اللي حصل اتضايق، بس قال لهم ان روحه عباره عن رياح وتلج وما يعرفش مخرج غير اللي كان موجود، وعشان الجد ما يأذيش نيلي قال له انه خطيبها، فقال لهم الجد ان ممكن يساعدهم بطريقه تانية، وادى قوه كبيره ليزيون تقدر بيها انها تتحكم في الرياح والتلج، وبكده ممكن تكسر التلج اللي على المخرج، وقعدت بعدها تمتص كل القوة دي في جسمها، فسأل نيلي الجد لو ممكن يديله أي كنز أو سلاح بما إنه خطيب نيلي حفيدته، فبعت له الجد سيف من تحت الأرض مسكه نيلي، وكان السيف باين عليه القوة جدا، وحطه في الجراب بتاعه وشاله، وطلب الجد من نيلي إنه يحب حفيدته ويحافظ عليها ويخاف على إزعالها، وافتكر نيلي كل حاجة مر بيها مع يزيون، وقال له إنه فعلا بيحبها من كل قلبه، فاداله الجد فراشة وخلاها تطبع على ايده، وكانت يزيون هي كمان عندها نفس الرسمة، وقال له الجد ان ده نقش حماية وهيخليهم يحسوا ببعض اكتر، وقال له الجد انه شايفه انه سنه صغير لكن حاسس بروحه وكأنه عمره قرون. وبعد ما يزيون خلصت قالت لنيلي انها اخترقت المستوى الفضي، وقامت شكرت الجد على مساعدته، فادالها نيلي السيف اللي اخده من الجد، وقال لها انه اكيد هيكون مناسب ليها اكتر، وحكى لها عن نقش الفراشه اللي الجد اداهوله، وفضلوا ماشيين في اتجاه المخرج لحد ما وصلوا له، وطلب نيلي منها انها تحاول تكسر طبقه الجليد وساعدها هو كمان، وكانت شي يون هي كمان وصلت لهم ومسكت سلاحها وحاولت تكسر طبقه التلج لحد ما اخيرا نجحوا وفتحوا المخرج، واستخبت شين يو بسرعه قبل ما يشوفوها، وخرج الاتنين من الكهف، وقال نيلي ليزيون انه هيصنع لها حبوب مناسبه تزود قوتها، وكانت الطلاب بدأوا يتجمعوا عند المعلمة، وقرب شيان نينج من المعلمة وحكى لها على اللي عمله، وطمنها انه عمل كده من غير ما حد يشوفه، وان زمانهم ماتوا وخلصوا منهم، ففرحت جدا المعلمة بيه، ووقفت قالت ان قدامهم ربع ساعة بس، وان اي حد ما رجعش هتعتبره صيد في الاختبار، وكان ديو زي ولو بياو قلقانين جدا على نيلي ولسه هيدخلوا يدوروا عليه ليوفوا وشهم هو ويزيون، ففرحوا بيه جدا، على عكس بقى شيان نينج اللي المفاجأة كانت هتجننه خالص، وقرب منه نيلي وقال له انه مش هيفلت من عقاب اللي عمله، ولما شيان نينج انكر انه عمل حاجه خلاه يحلف، وطبعا واحد مجرم زي كده حلب بمنتهى البساطه بالكذب، وقتها قالت المعلمه لنيلي انها تخلي نائب الرئيس يتعامل معاه على افتراءه على واحد من عيله النبلاء، وبكده بقى نيلي هو اللي في ازمه، لكن شين يو انقذته وقالت انها شافت كل حاجه حصلت وعندها استعداد تشهد باللي حصل، وبدأ الكل يقول على شيان نينج انه مجرم، ولما قالت المعلمه ان مفيش ادله كافيه ضده، وان لو ما لقوش ادله كفايه هتخلي العميد ونائب الرئيس ينتقموا منه على كذبه، ولو اثبتوا ان شيان نينج فعلا مذنب وقتها عيله النبلاء هتعاقبه بشده، فشكرت يزيون شين يو انها ساعدتهم، لكن شين يو قالت لها انها ما تقصدش تساعدها وسابتها ومشيت، وكل واحد منهم قدم قرون الغزلان اللي اصطادها للمعلمه، ولسه يزيون كانت هتقول لها انها ما اصطادتش حاجه، سكتها نيلي وقال لها انه اصطاد لها،
واخد اصحابها ومشوا. وكان اللورد شيو واقف وشايف ان عيله النبلاء مستقصدين نيلي، وكان خايف انهم يؤذوه وانهم مش لازم يسكتوا عليهم اكتر من كده. وبنشوف شين يو بعد ما خلصت الاختبار وراحت بلغت والدها بانها نجحت في الاختبار، ولا ان عمها ومجموعه من العيله خرجوا يستكشفوا جبل الاجداد لكن هاجمهم نحل سام، وقوه روحهم دلوقتي بتتاكل بسبب السم ده، وحتى لو اتعالجوا مش هيعرفوا يرجعوا تاني لمستوى القوه ده. ولما سالهم ازاي اتقرصوا من كميه النحل الكبيره دي رفضوا انهم يقولوا اي حاجه. وفي مقر جمعيه الكيميائيين راح نيلي وقعد قدام الفرن وطلع انتاج حبوب نقيه كتير، فدخلت على الاوضه المديره يانج وسالته لو بيصنع اكسير جديد، فاتخض منها لانه ما حسش بيها وهي داخله الاوضه، وقال لها ان دي حبوب مخصوصه لعالم روح شيطان العاصفه الثلجيه، وانه عاملها ليزيون صديقته علشان تحسن بيها قوتها. فعملت نفسها انها زعلانه وقالت له انه بيبخل عليهم بحاجات كتيره كويسه هم اولى بيها، فطلب منها انه يقيس قوتها واستخدم التقنيه الغامضه وقال لها ان هي كمان قوه روح عاصفه ثلجيه بس من نوع مختلف، وانه يعمل لها حبوب خاصه بيها اسمها رعد القرد الذهبي علشان توصل للمستوى الذهبي، وقال لها انه هيساعدها بس مقابل 50 مليون قطعه نقديه. ومن غير تفكير كتير وافقت على طول. وفي مقر عائلة النبلاء وقف الشيخ وكمان المعلمة وضربوا شيان نينج وقالوا له انه بيحطوهم في مواقف بايخة، وحكم عليه الشيخ بالسجن لمدة سنة. وكان في جواسيس من النقابة المظلمة جوه جمعية الكيميائيين بلغوا الشيخ على بلورة رعد القرد الذهبي، فطلب الشيخ من الحراس انهم يجيبوا له البلورة علشان يستفادوا هم بيها، وبرضه قالوا انهم هيدفعوا مقابل كبير قوي. والكلام ده ما عجبش المعلمة وقالت لشيخ العيلة ان النقابة المظلمة دي بتستغلهم، فقال لها الشيخ ان رئيس النقابه المظلمه قوته اسطوريه وتعتبر في نفس مستوى قوه ييمو، وانه مستني الفرصه علشان يخلي النقابه المظلمه هي اللي مسيطره على كل البلد. وقال لها ان جمعيه الكيميائيين دلوقتي بيعملوا اكسير قوي جدا، وطلب منها تروح تتفاوض معاهم علشان يشتروه. وفي الوقت ده كان اعضاء النقابه المظلمه منتشرين في الغابه علشان يلاقوا بلوره رعد القرد الذهبي علشان ياخدوا ال 50 مليون عمله نقديه. وفي مقر الجمعيه كان نيلي واقف مع المديره يانج وقال لها ان بعد ما تدوب بلوره رعد القرد تخلطها مع مسحوق عشب روح النار، وكان جايب لها العشب معاه. فجاء الرئيس وطلب منه يترجم كتاب الطب اللي اداهوله قبل كده ويدور على اكسير متقدم وجديد علشان يحسن قوه المدينه كلها. فوافق نيلي وقال له انه هيترجم التلت الاول بس من الكتاب، ولسه يانج بتقول له ان ده هيبقى قليل قوي. سكتها الرئيس وقال له انه موافق وطلب منه يبدا على طول، وجاب له الكتاب وكراسي. وبعد ما خلص راح جري على ييزي يون اللي كانت قاعده مستنياه وقلقانه انه اتاخر جدا، وكانت خايفه انه ما يجيش حسب الميعاد اللي بينهم. واول ما لقيته اتحرج جدا لانه فهم انها قلقانه عليه، ودارت خجلها بانها كانت قلقانه على الاكسير، فادالها الاكسير بتاعها وشكرته وطلبت منه يخلي باله من عيله النبلاء علشان ما تاذيهوش، وسابته ورجعت البيت. ولقت والدها مستنيها عند الباب وهو متعصب جدا، وقال لها ان النقابه المظلمه ماليه المدينه ومش امان ابدا انها تفضل بره البيت لوقت متاخر كده، وانه مش اول مره ينبهها على الكلام ده. وطلب منها تفسر له سبب تاخيرها بره البيت بالشكل ده، ولو ما جاوبتش عليه القرار هيكون انه يعاقبها ما تخرجش من البيت لمده 10 ايام، والايام دي تقعد تتدرب فيهم كتير. ولسه كانت هتحكي له انها وصلت للمستوى الفضي، سكتها وقال لها انها فاشله لان اخوها يي هان اخترق المستوى الذهبي، وانها لو بتبذل نص مجهوده كان زمانها هي كمان وصلت للمستوى الذهبي. وكانت ييزيون عماله تعيط ومش قادره تتكلم، وكان والدها عنده حق لما قال لها ان النقابه المظلمه منتشره في المدينه، لان واحد منهم وقف نيلي في الشارع وهو مروح وهاجمه بكره حديد متعلقه في سلسله وكان عايز يضربه بيها، لكن نيلي داس عليها برجله وخلى المجرم مش عارف يسحبها، وبعدين سابها فجاه وخبطوا بيها وجري عليه اخدها من ايده. وقبل ما المجرم يهرب كان نيلي ضربه بيها وخلاه يقع على الارض، وجي كل اصحابه علشان يساعدوه لكنهم لقوه خلص خلاص الخناقه. وقتها لاحظ ديوزي ان المجرم كان ضعيف وغبي، وقال لنيلي ان النقابه المظلمه اما عامله له فخ او بيخططوا لحاجه. وكان باقي اعضاء النقابه لسه في الغابه، واخيرا وصلوا لزعيم القرود اللي في المستوى الذهبي، وكان نايم فقربوا منه علشان يسيطروا عليه، لكن واحد منهم عطس غصب عنه وطلع صوت عالي وزعيم القرود حس بيه. بس يا ترى بقى هيقوم يقضي عليهم ولا هم اللي هيقضوا عليه وياخدوا منه البلوره بتاعته ويفوزوا بالمبلغ الكبير المعروض؟ ده اللي هنعرفه في الحلقه اللي جايه. فلو عجبتك حلقه النهارده ما تنساش اللايك والشير للفيديو، وما تنساش برضو الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلك اشعار الحلقه الجديده.